وصباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كي دايرين مع هاد الحراره؟ المهم هذه التخميله ديال الصيف خلاتها واحد صاحبتي، خاصنا التخميله في الصيف، تخميله في البرد، تخميله قبل العيد، تخميله مور العيد، تخميله قبل رمضان، تخميله مور رمضان. المهم هذه التخميله ديال الصيف قلت لي ياسين بغيت نهز الصاله الصهد هذا وبغينا نيت نتوسعوا شي شويه. قلت لي اجي عاوني، غادي نهزوها كلها جهه وحده وغادي نجلسوا ترونكيل. وهو جالس كيتشرط عليا: عافاك ساره ديري لي المقيله، عافاك ساره ديري لي المقيله، عافاك ساره ديري لي المقيله. وهاد الروينه قلت لي واخا سيدي ماشي مشكل. جيت هنايا الكوزينه قلت لي واخا هاد الروينه كامله غندير لك اخويا المقيله. المهم انا درت لكم بحال فلاش باك، درت لكم قبل، عاد غادي ندير لكم الطريقه اللي كنتعمد انايا كنديرها كل عام. واحد الطريقه زوينه، المقيله او الخليع الفاسي، كل واحد شنو كيسميه. المهم انا كنديرهم بجوج بغوسيت وحده، ما فيها لا نشير لا ضروري خصهم يتشمشوا ولا حتى شي حاجه. واحد لا غوسيت ساهله خلاوها هما، واحد لا غوسيت اكسبريس دغيا كيوجدوا. واللحم بنين تبارك الله. هاد اللحم اللي عندي طياب، عرفتي دغيا دغيا كيطيب. عرفتي راه ما خدتش ليا حتى ساعه الا ربع وما سديتش عليها يا البنات، لا في كوكوط لا والو. والعافيه مهيله بحال الشمعه كما قلت لكم. المهم نتوما غادي تتبعوا معايا، وضروري من داك الكويز ديالها تاي هو اللي كيحيد داك الليدام. ما تنساوش داك الكويز ديالها تاي البنات، هذاك الكويز ديال تاي راه هو كلشي. المهم خليكم معايا باش نعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير. ايوا يلا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم مع واحد الشهوه ديال عيد الاضحى المفضله عندي ياسين، الصراحه كيحماق عليها. والصراحه كيعجبوه بزاف ديال الشهوات، سورتو في العيد دابا كيكثروا الشهوات، ولكن المفضله عنده هي المقيله او الخليع. المهم كاين بزاف ديال الطرق، بزاف ديال المقادير، كل بلاصه وكل واحد كيتخصص في حاجه كيزيد واحد اللمسه ديالو. المهم انا هذه هي الطريقه اللي كنعتمد عليها كل عام، كندير بها المقيله ديالي. وديك ليدام اللي كيبقى ليا من هاد المقيله هو اللي كنشدو كنديرو في بواطه ومعاه واحد شويه ديال اللحم، وكنديرو في الفريغو وكنطيب به مسيمنات. كيجي البنات كيجي غزال كيحمق. داكشي علاش انا كنزيد واحد شويه ديال الشحمه، كنزيدها ضروري. واخا هنا عندي الطريفات ديال اللحم عندي راه فيهم الشحمه. وواحد الحاجه انا راه تنشوف بزاف ديال الناس الطريقه الصحيحه اللي كيديروا بها المقيله ما كيديروش اللحم فيه العظم. انايا كندير فيه العظم. علاش؟ على ود راجلي كيبغي هذوك العظيمات يكددهم ديال اللحم كيعجبوه، فهمتي؟ كيجي فيهم هذيك البنه، تيجي فيهم ديك التغميره كتجي زوينه. انا تعمدت ندير طريفات شي فيه العظم، بحال دابا هذا ما فيش، عندي هذا فيه واحد شويه، عندي هذا ما فيش، وشويه فيهم الشحمه وشويه ما فيهمش. بحال دابا هاد العظيمات دابا هو كيعجبوه. ما كيعجبوش اللحم يكون غير هكاك بوحديتو. بحالي انا كيعجبني اللحم يكون بوحديتو. كناخذ واحد شويه كنزيد عليهم بيضات في يامات البرد، كنفطروا بهم كيجيو فنين، تيجيو بنان البنات. ولكن هو كيعجبوه عظيمات، فانا تعمدت ندير ليه خاطرو ماشي مشكل. حتى العام اللي فات كنت درتهم ليه ما بارطاجيتهمش معكم. هاد العام انا غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديالي اللي كندير بها هاد الخليع او المقيله الفاسيه، او كل واحد كيفاش الطريقه ديالو. المهم انا غنشارك معكم الطريقه ديالي. عندي تقريبا هنا واحد 2 كيلو ديال اللحم، عندي هنايا واحد شويه ديال الشحمه، عندي هنايا القزبر حبوب، وعندي هنايا فص ديال الثومه وانا زدت عليه هاد الفصوص على ود انا كنبغيها شويه متوميه. وعندي هنا الكمون والملحه. عاد غادي نزيد الزيت من بعد، غادي ندير معكم الطريقه كيفاش غادي نخدمها. المهم هي السر باش تجيكم زوينه البنات، ضروري خصكم تخليوها تبات، ما طيبوهاش في نهارها، ما كتجيش بنينه، ما كتجيش زوينه، ما نكذبش عليكم. خليوها تبات، تتبقى من 24 ساعه حتى ل 48 ساعه ماشي مشكل. خليوها في الثلاجه ما تخافوش عليها. المهم غادي نبدا باول حاجه، غادي نقي هاد الثومه ونرجع معكم. شوفوا تبارك الله شحال ديال الثومه، طونسيون غادي يطلع عليهم، ولكن ملي كطيب ما كتبقاش تبان. المهم غادي ندير اول حاجه، غادي ندير 2 معالق كبار ديال القزبر حبوب. انا كنحماق على القزبر حبوب، تقريبا كنطيب فيه بزاف. عرفتي واحد المره درت واحد لاغوسيت ديال الدجاج وطيبته بهذه الطريقه، عرفتي حماق عليه ياسين. ندير الملحه، ما نكثروش الملحه تنشوفوا لو دا الليدام كيذوب وكيبقى غير اللحم يقدر يجيكم مالح شويه. المهم ما تكثروش الملحه تتشوفوا.
عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكمون. كاين اللي ما كيديرش الكمون، ولكن انا كتجيني لذيذه بالكمون. ونزيد هاد الخير ديال الثومه. المهم غادي نستعمل يديا وغادي نبقى حتى ندخل هادشي في الحيمه غير بحال هكا. غنزيد هنا واحد تقريبا عيني ميزانيه ما فيه يجي بمعلقه، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي نخلط هادشي مزيان حتى يدخل فيه تقريبا هذيك العطريه. هي هاد الحيمه كتبغي تخدم في شي حاجه زعما كبيره اكبر من هاد لابو اللي عندي انايا، ولكن ماشي مشكل، ما فيا اللي جبت شي حاجه. غادي نحاول ندخل فيها غير بحال هكا. واحد صاحبتي راه عرفتي كتخليه 48 ساعه، كدير ليه السلوفان وكديرو في الثلاجه كيبقى 48 ساعه. عوض ما تطلعوه تنشروه بحال الجديد وهذا كيجي في الثلاجه تيجي زوين والله الا كيجي احسن. قليل الناس دابا هاد البنات هادو ديال اللي قدي زعما وهادو في الطياب ديالهم قليل اللي كيديروا زعما هاد الطريقه ديال كيجفوه في الشمس. اكثريه كيديروا ليه بحال هاد الطريقه بحال هكا، كيديروه في الثلاجه كيديروه في كونجيلاتور يبقى ليهم. عرفتي البنات المسمن ديالهم، المهم تندير المسمن ديالهم ونشاركوا معاكم. عرفتي كيجي تيحمق كيجي غزال. هذيك الليدام ديال هذاك الليدام اللي غطيب فيه كناخذو كامل وكنزيد عليه غير شي طريفه اللحم من هاد الهبيره وكنديرو في بواطو وكنديرو في كونجيلاتور حتى كنتشهى هذاك المسمن حتى كنساو اللحم باش ما كيطلعش لينا في الراس. عرفتي كيجي فيه داك المذاق ديال الخليع كيجي تيحمق. المهم انا غنبقى بحال هكا باش ما نطولش عليكم في الفيديو. تقريبا بقاو حتى تدخلوا فيه داك العطريه ديالو، دخلوها مزيان. صافي البنات ها نتوما بعد ما تلبست ديك الحيمه ديك العطريه مزيان تدخل فيها مزيان. ها نتوما تدخل فيها مزيان بحال هكا. شو صباعي ولاو بالعطريه وكي ماشي مشكل. نمشي نضرب عليهم واحد المانيكير ان شاء الله. المهم ها نتوما بعد ما دخلت فيه ديك العطريه مزيان والسياسيل كيتشرط. اش غنديروا؟ انا ما نديرو شي يتشرط شي طيب، ولكن الصراحه كيحماق على هاد المقيله اللي كنصايب كيتسطى عليها. المهم ها هي بعد ما ترقدات مزيان غادي ناخذ داك البانيو اللي غادي ندير في الثلاجه اللي فيه داك الشحيمه. صافي غادي نهزها ونبدا نحطها هنايا، ندير ليها السلوفان ونخليها في الثلاجه. انا كنخليها الصراحه غير 24 ساعه. غدا في هاد الوقيته نطيبها معكم ان شاء الله الا صبحنا حيين. انا راه ضربني البرد البنات، راه مشيت جيت البحر وما كنتش لابسه، ضربني البرد انا وياسمين بجوج. صافي غندير ليه بحال هكا. غندير ليهم دابا غندير ليه السلوفان وغادي ندخلو للثلاجه. غنخليه حتى الغدا ونتلاقاو معكم باش نوريكم الطريقه باش كنطيب هاد المقيله ديالي باش كتبقى ليا زوينه، باش ما كتخسرش. اولا تبقى حتى في الثلاجه، المهم ما كتخسرش ليا. المهم بقاو معايا ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله باش نشارك معكم الطريقه ديال الطياب ديالها. صافي البنات هنا درت ليها السلوفان غادي ندخلها للثلاجه. شحال ما بغيتو تخليوها الصراحه. المهم انا خليتها 24 ساعه ولا 48 شحال ما بغيتو ماشي مشكل. هنايا درتها في الكوكوط وغادي نقطع داك الشحيمه غنقطعها صغيره باش غادي تعاوني في الطياب. ما تخليوش شحيمه كبيره باش دغيا طيب لكم حتى هي ودغيا تذوب باش طيب لكم مع ديك الحيمه. قطعوها بحال هكا صغيره وديروها فوق من اللحيمه ديالكم. واهم حاجه البنات باش تجيكم زوينه العافيه تكون مهيله، العافيه بحال الشمعه، لان بما انكم تبعتوني في الطريقه ديال المروزيه فبحال هكاك تقريبا. صافي البنات هنايا قطعت شحيمه صغيره وغادي نديرها على الحيمه اللي عندي
وغادي نديرها في فوق العافيه. كما قلت لكم العافيه خصها تكون مهيله بحال الشمعه. وغادي نزيد ليها غير نص كاس ديال العنبه ديال الماء، نتوما غادي تشوفوا، وهي غادي تطلق داك الماء ديالها بوحدها كما المروزيه. انا هنايا كما قلت لكم كيعجبني داك القزبر داك القزبر حبوب. عاود زدت واحد المعلقه كبيره، وزدت واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نزيدو وغادي ندير العافيه مهيله 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 يا البنات. وغادي نبدا نحرك مره مره. راه قلت لكم ما خداتش مني الوقت بزاف، راه ما زديت عليها لا كوكوط لا حتى شي حاجه. كنسد غير الغلاقه ومره مره كنحلها كنقلبها وكنمشي. تقريبا راه خدات مني واحد 45 دقيقه تقريبا. هنايا غطيتها وكنجي مره مره كنقلبها وكنشوف راه بدات كتطلق ليا الماء. مره مره كنمشي وعاوتاني كنرجع وكنقلب، وهذاك الحيمه ديالي كتطلق ليا ديك الماء. ضروري كتطلق الماء، الا ما طلقاش لكم الماء عرفوا راسكم راكم زايدين العافيه مجهده بزاف. وما خصهاش تكون هكا مجهده باش الحيمه طيب لكم دغيا. وخا الحيمه ديالي دغيا كطيب، ولكن اللي عنده شي لحم زعما بقري او لحم ما تيطيبش ليه دغيا ما تجهدوش العافيه، ولكن غير بقاو شويه بشويه بحال هكا تحركوا وراه غادي يطلق لكم الماء. المهم ما ديروش الماء بزاف، ديروا غير كاس ديال العنبه ديال الماء. المهم هذه هي الطريقه المعتمده ديالي في الخليع او المقيله. كل عام هكا كنطيبها. كتعجبني كتجي بنينه وصراحه دغيا دغيا كتوجد. هي كتعطل غير في داك الاقامه، وخصك ديرها في الثلاجه تبقى. كل ما بقات في الثلاجه بالاقامه ديالها كل ما احسن. كل ما كتشرب ديك الاقامه كل ما كتجي زوينه. المهم هنايا كنجي مره مره. ها هي راه بدات كطيب، ها نتوما كتشوفوا وباقي داك الماء. ولا بغيتو كما قلت لكم واحد السر من الاسرار باش يجيكم الخليع او المقيله الفاسيه او الخليع كما كيقولوا يبقى لكم مده طويله غير في الثلاجه. ما تخليو داك الكاس ديال الماء يتبخر. ما تطفيوش عليه. واخا طيب لكم اللحم ديالكم ضروري الماء ما يبقاش فيها النقطه ديال الماء ضروري. هنا راه قلبت الحيمه راه طابت، ولكن شكيت راه باقي شويه ديال الماء. المهم خليت حيت الغطاء الكوكوط وخليتها تطيب مزيان تا تشحر ليا داك الماء. تشحر ليا ما بقاش نهائيا، غادي يبقى ليا غير الليدام ديال المقيله. عاد غادي زعما ديال المرحله الاخيره باش غادي نعرفها طابت. المهم هنا راه كنقول لكم ما ديروش الغطايه، على ود لا درتو الغطايه غادي يطلق لكم داك البخار، غيطلق لكم الماء والماء غادي يزيد يهبط لكم عاوتاني في الكوكوط بحال ما درتو والو. المهم هنا ملي تاكدوا تماما راه ما بقاتش فيها الماء والحيمه ديالكم طابت، زيدوا نص كاس زيدوا نص كاس ديال زيت الزيتون. هنا راه كنأكد عليكم ما ديروش الغطايه الكوكوط، لان الا درتو الغطايه الكوكوط غادي تبخر لكم داك الماء الفوق وغادي يهبط لكم عاوتاني وشي ما درتو. اخر حاجه البنات هي هاد الزيت الزيتون اللي كنزيدوه اخر حاجه تنتاكدوا تماما بان المقيله ديالنا طابت وما بقاش فيها الماء نهائيا. عاد زيدوا داك النصف كاس ديال زيت الزيتون اللي كيعطي واحد المذاق البنات خطير وواحد المذاق زوين. واللي كما قلت لكم الا بغيتوها تجيكم زوينه خليوها تشرب داك الماء تماما. مهم راه وجدات عندي دابا البنات المقيله ديالي او الخليع الفاسي كل واحد شنو كيسميها هي وجدات. المهم انا هادوك اللي فيهم العظيمات حيدتهم وفرتتهم هنايا في بواطه وغطيتهم بليدام. ضروري الا بغيتو تحتفظوا بهم في الثلاجه او خارج الثلاجه يبقاو لكم شحال ما بغيتو ليدام يكون مغطي ديك الحيمه. انايا كنخليهم ماشي بزاف، كنخليهم انا لو كناكلهم في البرد كيعجبني نديرهم في الفريغو. كنخليهم غير واحد شويه في الثلاجه وكنديرهم في الفريغو. المهم السر باش يبقاو لكم بزاف هو ليدام يكون مغطي داك الحيمه ديالكم. هذا انا حيدت لهم العظيمات غنديرو في الثلاجه باش وديك المريقه اللي غتبقى ليا لتحت انا من بعد غادي ندير بها مسمنات. والمقيله ديالي ها هي انا غنحطها معاكم اللي فيها العظيمات خليتهم على ود كما قلت لكم راجلي كيتسطى على هاد العظيمات. ها هما راه خليت هذوك اللي فيهم العظيمات، ها هما راه خليتهم. انا غادي نزومي لكم وغادي تشوفوا واحد التعليكه يا البنات، واحد التعليكه واحد الريحه طالعه ما نعاودش لكم. ولكن ضروري ما ترافقوهم بواحد كويس ديال اتاي باش تحيدوا هاد ليدان. المهم ها هي المقيله ديالي راه وجدات وواحد الريحه طالعه ما نعاودش لكم. غزاله يا البنات عرفتي كتشهي مع لقمه مصايبها على اليد. واحد الريحه ما نعاودش لكم.
المهم انا غادي نقرب لكم الكاميرا حتى هادشي دغيا كيبرد. وكما قلت لكم خصكم ترافقوها بواحد الكويس ديال اتاي ضروري باش يحيد لكم داك اليدام. ضروري يا البنات ضروري. المقيله ديالي ها هي البنات، انا قربتها لكم. شوفوا واحد التعليكه واللحيمه عرفتي طايبه فتيه 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 فتيه. ما نعاودش لكم سورتو الغلمي هذا اللي كتاخذ ماما ديما، هذا ديال الزعير عرفتي كيكون فتي فتي فتي. عرفتي راه ما كاملاش 35 دقيقه، راه ما زديتش عليها وعافيه. قلت لكم بحال الشمعه دغيا طابت ليا. شوفوا المريقه هانتوما. وهذا هو الخليعه البنات اللي قلت لكم، ها هو راه بدا كيجمد. شفتوه؟ انا غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يبرد، عاد غنديرو في الثلاجه. وكما قلت لكم ضروري رافقوها بواحد الكويس ديال اتاي باش اليدام ما يبقاش ليكم باش ما يضركمش زعما. المهم ها هي البنات، عرفتي بصحتكم وراحتكم ريحتها عاطي فنه. المهم انا هادي راه كنديرها على ود ياسين، راه كيتسطى عليها كيحماق عليها، ما يمكنش عنده العيد. هي المقيله. وانايا كيعجبني الخليع في البرد كندير عليه بيضات. نبغي نطيبو المره الجايه ونشاركو معكم في التيك توك ولا في الانستغرام. المهم هانتوما شوفوا شحال مدغمره. شوفوا اللحيمه شحال فتيتيه شحال سخونه. وي شحال بنينه 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 بنينه. المهم قلت نشاركها معاكم البنات، كل واحد صراحه كيفاش كي الطريقه ديالو كيفاش كيطيبها. المهم هذه هي الطريقه ديالي اللي كنصايب بها المقيله او الخليع الفاسي كل عام، وكنتمنى تجربوها وتخليو لي لي كومونتير ديالكم واش نقصت شي حاجه، واش زدت شي حاجه، واش هي هذيك. تنعجبني انا راسي صغير كيعجبني نتعلم. المهم المقيله ديالي قبل ما تبرد نمشي ناكل انا وزماني. يلا بسلام عليكم. خليو لي كومونتير البنات وقولوا لي كي جاتكم، وقولوا لي واش ناقصه شي حاجه ولا زايده شي حاجه. ما تنساونيش. يلا بالصحه والراحه. بسلام عليكم.